شفت طريقة النصب دي؟ كله يخلي باله يا جماعة. شوف كده. النهارده بقى طالعه في فيديو جديد، سرقه جديده من نوعها. الفيديو يا ستي، واحده الساعه 9 الصبح فاتت على عمتي، قالت لها اصل السيسي عامل حمله وبندي للناس اللي واخدين معاشات 1500. طبعا عمتي كبيره 86 سنه ففرحت، راحت قالت لها اديني المفتاح ادخلك. فراحت عمتي ادتها المفتاح وراحت دخلت وضيفتها شربتها الشاي، قالت لها اديني الكريدت كارد بتاعتك عشان اخد البيانات. اخدت البيانات والباسورد، وقالت لها معاشك كام، واصل احنا هنديكي معاش كذا. يعني طبعا طريقة نصب جديدة. الفيديو ده انا طالعه علشان نوعي بيه الناس الكبيرة اللي قاعدة لوحدها. انا عمتي ست كبيرة وقاعدة لوحدها. هي مش المشكلة في كده، المشكلة ازاي وصلت عدم الامانة ان كل فترة يحصل سرقة زي كده. بجد يعني الناس بتاكل جنيه حرام ازاي؟ واحدة عندها 86 سنة معاشها 2500. قوليلي كده ال2500 اصلا انت هتعملي بيهم ايه، ولا هيكفوكي في ايه؟ هي واحدة قاعدة لوحدها معاشها مكفيها، دخلتي سرقتيها. انا كده كده هنزل الفيديو بتاعها، هنزل فيديو واحدة قاعدة 25 دقيقة عن ست كبيرة لغاية لما استدرجتها واخدت الفيزا والباسورد. والنصيبة الكبيرة ان هي سرقت كل الفلوس دي، راحت البريد وراحت تصرف، صرفت في نفس اليوم اللي كانت عند عمته فيه في البيت. وده حصل. عمته رايحة النهاردة 7، رايحة تصرف المعاش. راحوا ردوا عليها قالوا لها ما انت يا ست صرفتي المعاش يوم 3، جايه تعملي ايه تاني؟ لا واحلى حاجه بقى كتبت لها بايديها اسمها وهي ساكنه فين، ان هي ساكنه في شبرا وان هي كليه حقوق ورقمها. غير كده وكده جابت لها فيزا تانية علشان تقول لها ان هي ما خدتش حاجه، فيزا تانية اهي الواحد، اكيد ده برضو مسروق بالبريد اهو. الكريدت بتاعته في البريد اسمه فاروق. لما رحنا البريد عرفنا ان الفيزا دي بتاعت واحد اسمه فاروق، عشان لو فاروق ده برضو يعني شاف الفيديو ده يجي ويشوف الفيزا بتاعته اهي. احنا كده كده وقفنا الفيزا، ولو هي بتشوف الفيديو انا عايزه الفيديو ده يلف. الموضوع ده حصل في رود